عمرك سألت نفسك ليه الشركات الكبيرة بتعمل اعلانات؟ اكيد سألت نفسك. انا بنسأل نفسنا السؤال ده، بنقعد نقول ايه هم عمالين يجيبوا فنانين ويعملوا اغاني، ما كلنا عارفينهم وكلنا بنشتري منهم، ايه لازمتها المصاريف دي؟ بس انت عارف ان من غير المصاريف دي انت هتنسى الشركة؟ ما تقولش مش هقدر انساها، كل الشركات بتتنسي وبتتمحي، خصوصا لما ما يفكروش العميل بتاعهم بيها. تخيل مثلا ان شركة فيهم بدون ذكر اسماء وقفت الاعلان بتاعها، هل انت مش هتروح تشترك في الخدمة بتاعت الشركة التانية اللي عمال يظهر لك اعلاناتها ويقولك احنا احسن خدمة في مصر، احنا احسن شبكة في مصر؟ هتروح تعمل ده. غير بقى الارتباطات العاطفية الكتير اللي بتبقى بالممثلين او المشاهير عموما، اللي بتخليك تروح تجرب الخدمة دي او المنتج ده بس عشان الشخص اللي انت بتحبه بيجربها وبيشتريها وبيعلن عنها. مهما الشركة خدت حصة من السوق، حتى لو هي شركة احتكارية، وده مش موجود عندنا في مصر الا في قطاعات بسيطة قوي، لكن حتى لو بيسيطر على السوق 4 شركات بس او 3 شركات، ده برضو ما يمنعش لازم كل شركة فيهم تفضل تعمل اعلانات تذكيرية علشان ما يجيش المنافس بتاعها ياخد من حصة السوق بتاعها، ولا عشان تطلع شركة رابعة تبتدي ان هي تاخد مكانها. فالشركات مهما كانت كبيرة ما بتبطلش تعمل اعلانات.